اهلا بحضراتكم مشاهدينا مره اخرى، والنهارده احنا بنتذكر ذكرى افتتاح قناه السويس 17 نوفمبر 1869. تاريخ هام لهذا المجرى الملاحي اللي كان سبب في الكثير من الحروب او التركيز مع مصر بصوره اكبر. طبعا فكره انشاء قناه ما كانش هو الاول في هذا التوقيت، ولكن سبقوا افكار كثيره، ولكن حصل ديليسيبس على امتياز حفر القناة وقام بتنفيذها. عشان نعرف تفاصيل أكتر حول هذه الذكرى الهامة، بسعدنا يكون معانا مهندس فاروق شرف، استشاري وخبير ترميم آثار ومنشآت تاريخية. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم. يعني بالتأكيد قناة السويس لها الكثير في قلوب كل المصريين، مش بس أبناء إقليم القناة. طبعا حضرتك اولا قلتي ان في محاولات قبل كده. طبعا على فكره قبل المحاولات بتاعتنا دي الحديثه كان في محاولات ايام المصري القديم، بس كان عايز يعمل هذه القناه عن طريق النيل، عن طريق فرع من فروع النيل بيوصل من البحر ده للبحر ده. لكن خليني اقول لحضرتك ان ده تاريخ حافل، طبعا تاريخ قناه السويس، وبيعتبر حاضر مزدهر ومستقبل مشرق. ودي تعتبر اهم ممر ملاحي بيحمل الكثير طبعا من الاحداث، زي ما حضرتك قلت بالظبط. طبعا كان في حروب وكان في يعني تاريخ حافل فعلا يعني. الاهم طبعا انه اتحفر بايد مصريه، واصبح من اهم الممرات البحريه، وبيعتبر مصدر اساسي للتجاره العالميه. بدأت فكرة إنشاء القناة دي 1798 مع الحملة الفرنسية على مصر، ونابليون فكر في شق القناة، لكن للأسف لم تكلل بالنجاح، علشان قالوا إن البحر ده أعلى من البحر ده بالنسبة للمستوى يعني. تمام. لكن استطاع المهندس ديليسيبس إقناع الخديوي محمد سعيد باشا بالمشروع، وحصل على موافقه الباب العالي. أيوة. وقام بموجبه طبعا بمنح الشركه الفرنسيه برئاسه المهندس ديليسيبس امتياز حفر وتشغيل القناه لمده 99 عاما. دي كل الناس عارفه هذا الكلام. خليني اقول لحضرتك برضو استغرق بناء القناه 10 سنين، وساهم في عمليه الحفر اكثر من مليون عامل مصري، وتوفى منهم للاسف 120 ألف اثناء عمليه الحفر نتيجه الجوع والعطش والاوبئه، واكيد المعامله السيئه يعني. الحفل الاسطوري يا فندم، الحفل نعم الاسطوري اللي اعدله الخديوي اسماعيل، هي انتهت في عصر الخديوي اسماعيل. طبعا. وحفل اسطوري حضروا ملوك وامراء العالم. 1869 مع الخديوي اسماعيل، وكان حضر طبعا الافتتاح ده الامبراطوره اوجيني امبراطوره فرنسا، حتى اتعمل لها قصر خاص عند الافتتاح. وطبعا امبراطور النمسا وولي عهد المانيا وملك المجر، وكان في كمان شقيق الملك هولندا وسفيره انجلترا. المهم حضرتك كان حضر ناس كتير جدا حتى من الشيوخ الازهر الشريف، وكان اللي جاء من الشيوخ الدين الشيخ العروسي والشيخ ابراهيم السقا. المهم حضرتك في الاسماعيليه كان الضيوف مش اقل من 100,000 ضيف. فموضوع القناه ده تم مشروع توسيع بالنسبه للقناه الجديده بقى حضرتك. ده كان موسوعه جديد جدا اللي قام به السيد الرئيس، وده بهدف تلافي المشكلات القديمه، وعشان كانت القوافل بتتوقف لمده 11 ساعه في منطقه البحيرات المره. لا عشان كده تم التطوير والتوسعه للقناه، وعمل طبعا تفريعه جديده بطول 35 كيلودمتر، بالاضافه لتوسيع وتعميق وتفريعات البحيرات المره القطاع الجنوبي والبلاح. ده طبعا كان مشروع جميل جدا، وربنا طبعا يسهل بقى ويبقى كويس. وكان يعني بايدي مصريه واموال مصريه، وقدر المصري الحديث في هذا العصر برضو ان هو يضيف الى هذا الشريان، شريان الخير وشريان التجاره العالميه، قناه السويس، واللي بالتاكيد ليها مكانه زي ما قلت خاصه جدا عند كل المصريين. باشمهندس انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي قدمتها لنا الخاصه بذكرى افتتاح قناه السويس في 17 نوفمبر 1869. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نواصل فقرات.